السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم بريوش سائل بدون عجن بدون دلك بدون بيض بدون زبدة، سهل التحضير. إلى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش خليو لايك وتبارطاجيو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نحتاج كأس من الحليب السائل، حليب يكون دافي، كأس من الماء، معيار الكأس 200 ملي، ربع كأس من الزيت النباتي، ربع كأس من السكر، فانيليا كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة، رشة ملح لتحسين الذوق، ملعقة كبيرة خميرة فورية أو خميرة الخبز، ملعقة ممسوحة مع مرش مزيان. نمزج المكونات جيدا بالطراب اليدوي. هاد البريوش بدون بيض بدون زبدة. نضيف الدقيق بشكل تدريجي اللي غربلته من قبل. الكأس الأول من الدقيق، الكأس الثاني. ندخل الدقيق في الخليط إلى خصني نضيف مرة أخرى. كمية الدقيق ممكن تضيفوا أكثر ممكن أقل على حسب نوعية الدقيق اللي استعملته. الخليط عندي مازال خفيف، غنزيد نضيف الكأس الثالث. الكمية ديال الدقيق اللي عملت 3 كؤوس. نخلط المكونات جيدا حتى نحصل على خليط اللي يكون ثقيل ما يكونش خفيف. هذا هو القوام ديال الخليط كيف كتشوفوا، خليط ثقيل. الخليط أثقل من الخليط ديال الكيك. إلا كان الخليط خفيف راه غيفيضوا لينا القوالب في الفرن والبريوش ما غيجيش منفوخ. خاصو يكون ثقيل على هذا الشكل هذا كيف موضح في الفيديو. من بعد نغطيه بكيس غذائي ونوضعه جانبا، نخليه حتى يرتاح ويضاعف الحجم ديالو. خاصو يكون ثقيل على هذا الشكل هذا. نغطيه بكيس غذائي نوضعه جانبا، نخليه حتى يرتاح ويضاعف الحجم ديالو ونعاود نرجع معكم. من بعد ما ارتاح العجين انا تقريبا خليته 10 دقائق، ما خليتوش مده طويله. هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا. نحتاج قوالب فرديه اللي دهنتها بالقليل من الزبده. انا عملت هاد القوالب، ممكن تعملوا اي قوالب متوفره عندكم، وممكن تعملوا الخليط في قالب كبير يكون المقاس ديالو 24 حتى 26 سنتي حتى هو كيجي مزيان. كنوضع الخليط في القوالب بالملعقه لان الخليط راه ثقيل. القوالب انا دهنتهم بالقليل من الزبده. الا كانوا عندكم كيلصقوا دهنوهم بالزبده ورشوهم بالدقيق. ما نملأش القوالب حتى الفوق لان مازال غادي يرتاحوا مره اخرى ويضاعف الحجم ديالهم. كنحاول نقادهم على هذا الشكل هذا. من بعد كنوضع قطعه من الشوكولات في الوسط وكنضغط عليها تنزل شويه. الحشوه كتبقى اختياريه، ممكن تستغناو عليها لكن كتجي زوينه بزاف. انا كان عندي الشكلاط قطعته الى قطع. نغطي الشكلاط بالخليط على هذا الشكل هذا. كيف قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه، ممكن تستغناو عليها. انا كان عندي الشكلاط قطعته الى قطع ونعود نخليهم يرتاحوا مره اخرى ويضاعف الحجم ديالهم ونعود نرجع معكم. من بعد ما ارتاحوا مره اخرى ندهن الوجه باصفر البيض. كندهنهم بكل سهوله لان الخليط راه ثقيل. ندهن الوجه كامل
من بعد نزينهم بشرائح اللوز. ممكن تزينوهم بالشكل اللي بغيتو او اللي متوفر عندكم. ممكن تعملوا شرائح اللوز او اللوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي او الجنجلان او السمسم اللي بغيتو او اللي متوفر. ندخلهم الفرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة. ضروري الفرن يكون ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى يطيب البريوش، عاد نشعل عليه من الفوق ياخذ لون ذهبي. ندخلهم الفرن ونعاود نرجع معكم من بعد ما يطيبوا. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو طيبين مزيان ناجحين 100%. ندهن الوجه بمربى المشماش. ممكن ما تدهنوهمش، يعني هاد المرحله كتبقى اختياريه. ونعمل رشه خفيفه من جوز الهند او الكوك. كنهرس اللون ديالهم. ممكن تعملوا سكر كلاصي او السكر الثقيل، تعملوا رشه خفيفه. انا حصلت على هاد الكميه. الا ضاعفتوا المكونات تحصلوا على كميه اكثر. الا تبعتوا نفس الخطوات اللي عملت معكم غادي تحصلوا على نفس النتيجه. هذا هو الشكل النهائي. بريوش سائل بدون عجن، بدون دلك، بدون بيض، بدون زبده، سهل التحضير بمكونات بسيطه. كيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. غادي نزولهم القوالب باش تشوفوا الشكل ديالهم كيف عامل من التحت. كنزولوهم بكل سهوله، ما كيلصقوش لينا نهائيا. هذا هو الشكل ديالهم من التحت. ممكن تعملوهم في قوالب فرديه كيف عملت انا، وممكن تعملوهم في قالب كبير يكون المقاس ديالو من 24 حتى 26 سنتي، حتى هو كيجي زوين. سر النجاح هاد البريوش كاين في الخليط. لازم الخليط يكون ثقيل، ما يكونش خفيف. الخليط يكون اتقل من الخليط ديال الكيك. الا كان الخليط خفيف راه غيجيكم بحال الكيك، والقوالب غيفيضوا لكم في الفرن وما غيجيوش منفوخين بحال هذا الشكل هذا. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديال البريوش كيف عامل من الداخل، وتشوفوا الحشوه ديال الشوكولات كيف عامله. هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم لتعم الفائده. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.